طيب، صباح مساء الخير على حسب التوقيت اللي تسمع فيه برضو نفس الحلقة دي. كنا اتكلمنا في وقت قبل كده عن إن البني آدم بيجيله وقت من الأوقات كده بيكون في أقصى حالات ال- الصمت أو السكون. زي ما أنا كنت اتكلمت قبل كده في حلقة من الحلقات، وقلت إن السكون اللاشعوري هو من أوسخ وأدنس وأنجس المشاعر. فالنهاردة هنتكلم عن حاجات بسيطة كده. ممكن حلقتنا تكون مش كبيرة أوي النهاردة، لكن طبعا أنا مش ناسي حلقة توكسيك، بس والله مسحولين سحلة في الفاينل، يعني سحلة هباب. وقلت عشان بقالي حبة حلوين ما نزلتش شيء، فقلت أما نعيد الفايرال من أول وجديد. ازيكم؟ أنا ستيفن هاني، ودي حلقة جديدة من برنامجكم المحبوب أو الغير محبوب، عادي جدا. الانتقال من اليأس إلى اللا بأس يا عزيزي المستمع. طيب، زي ما جمعنا كده من عنوان حلقتنا، هو ليه البني آدم على الرغم من محاولاته الكتيرة في إنه يتحرك من مكانه، إلا إن نوبات الحزن أو الزعل بتفضل بتستمر في نموها. نوبات الحزن عند البني آدم عامة هي غريبة، وهي مش غريزة. مفيش حد فينا بيحب يقعد زعلان، او مفيش حد فينا بيحب يفضل في حالة زعل متراكم، او زي ما بيقول عليها بين قوسين اللهجة المصرية الشبراوية الأصيلة، النكد. مفيش حد فينا بيحب يبقى قاعد متنكد. مفيش حد فينا في عز ليلة العيد هيحب ان هو ينفصل عن اهله ويقعد برا بعيد عنهم، الا لو هو كان حابب النكد. لكن بما ان مفيش حد بيعمل كده، فطبعا كل واحد فينا بيحاول انه يسعى لانه يتحرك من مكانه، بمعنى اصح ينتشل الزعل ده من قلبه. في جملة سمعتها زمان من حد عزيز عليا، ربنا يجعل وجوده نعمة، يعني لسه موجود لحد دلوقتي. وده بالصدفة او مش بالصدفة، مع شكر ربنا ان هو لسه الشخص الوحيد المتبقي بين كل الصحبة الكدابة اللي انا طلعت بيها من السنين اللي فاتت. قال لي هو يمين سواء كان أو شمال، الصح مفروغ منه الأمر، حتى لو كان جاي عليك بالسلب، بس انت عارف ان ده الصح وان الصح لازم يتعمل. فصدقني، اختيارك بتاع دلوقتي ده لو كان هو الصح، بس ممكن يزعلك شوية، كل ما هتعمله بدري كل ما هيكون الضرر الراجع عليك هيبقى أقل بكتير فشخ. تخيل مثلا انت دلوقتي، بس انا هتكلم عن جزئية معينة او فئة معينة من الناس اللي هم بيحبوا يمارسوا العقاب الذاتي على نفسهم. على فكرة انا بحترم الناس دي جدا، وهم كلهم فوق دماغي، اللي اتعاملت معاهم واللي ما اتعاملتش معاهم، الا الناس اللي هي بتحب الاتنشن بالموضوع ده. الناس دول يعني مش هقول عليهم زي ما كل الناس بتقول عليهم ان هم مرضى ومحتاجين يتعالجوا، لا لا لا، هم محتاجين بس حد يقعد معاهم ويسيستم لهم دماغهم، مش اكتر. وانا كستيفن بما اني مش قادر للموضوع ده فاكيد مش هعمله. آه، لو هرجع واتكلم عن الموضوع ده، في بني ادم ممكن تلاقيه وهو على طرف البداية في الموضوع ده يقابل شخص. الشخص ده ممكن يبقى في حالة من الاتنين، يا في حالة كويسة انه يلحق البني ادم ده ويبعد عنه الفكرة دي تماما، او يزود الطينة بالله عليه. وفي كل الحالات البني ادم اللي قدامك ده او المتضرر نفسيا هو مش مستحمل غلطة، مش مستحمل لمسة من مخلوق. فيا إما تكون طبطبة، أو بكل بساطة كده
مش ايد بتمد مع ايد الدنيا وايد الظروف وايد الاهل والمصاريف والدنيا والحكاوي دي كلها، يا اما تقف من بعيد ولا ضرر ولا ضرار، لا تضر اللي قدامك ولا تفيده، خليك كده في الحالة الصفرية. فاحنا ازاي بنتعامل عامة مع اي انسان، مش شرط مع الناس اللي بتبانشمنت نفسها. آه، عامة في حالات الزعل العشر، انا رتبت حالات الزعل 10 حالات، هتكلم عنهم بالتفصيل الممل بس قدام، مش دلوقتي خالص. لما اجرب انا العشرة كلهم، انا جربت بتاع حوالي سكة 7، فانا مش حابب اهري في حاجة انا مجربتهاش، عشان ما بقاش عامل زي الدكتور بتاع الاخصائي اسمه ايه ده، بتاع الدكتور الجهاز العصبي وبتاع. في ناس بتعامل دكتور الجهاز العصبي على اساس انه ثيرابي، ان هو دكتور متخصص بالحاجات النفسية. احب اقول لك ان ده ملوش اي علاقة بده، ده بيمشي معاك بمناهج ودنيا، وده بيمشي معاك بمناهج ودنيا تانية خالص خالص خالص. عامة اي حد بيتعامل مع ثيرابي كويس، أه صدقني انت بني ادم محترم، وانا بحبك فشخ، او انا بحبك فشخ، او بحبكم كلكم فشخ، لان انتوا بتحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تطلعوا الجزء المتوسخ من الوسخ اللي, اللي اترسب في قلوبكم. ودي حاجة يمكن انا كستيفن شخصيا اللي عامل البرنامج ده، اللي بيحاول يتكلم فيه عن الحاجات اللي بتقابله في حياته، معرفش يعملها. فحقيقي انتوا عملتوا شيء صعب جدا ان حد يعمله. طيب نرجع طبعا لنفس النقطة بتاعتنا، وهي ان ازاي الواحد بيتعامل مع حد نوبة الزعل عنده، او السكرة بتاعت الحزن ضغط على مشاعره وقلبه واحاسيسه. بكل بساطة احتوي الزعل ده باسلوبك الشخصي، وطبعا على حسب قربك للبني ادم الزعلان. يعني مثلا انت دلوقتي شايف ان والدك وربنا يرحم طبعا موتانا جميعا، حد عزيز عليك، صاحبك قريب ده سواء كان او بعيد، انت بتعرف تحدد. بس خلينا دايما متفقين ان المواساة ان انت تطبطب على شخص، دي حاجة الزامية تكون موجودة فيك لو انت كنت انسان صالح. انا شخصيا كستيفن بحسبها كده، يعني انا الود ودي اخد باقي التناتيش اللي متبقية في قلبي اوزعها على البني ادمين. انا كده كده كستيفن مش مستفاد شيء بقلبي، لاجل ان هو اتبعتر واتخزوق في حاجات كتير فشخ، بعيدا عن العلاقات عامة. لكن هنرجع ونقول ان طبعا ظروف الحياة، الاحلام، الهوبس، الدنيا اللي كان البني ادم بيخطط ليها، بعد لما البني ادم يتفرج عليها وهي بتتهد قدام عينيه، ده بيأثر عليه نفسيا اكيد. فلما الانسان المخذول يكون في نقطة الصفر، اياك تعمل معاه فكرة انه لازم يتحرك ويبقى من نقطة الصفر للنقطة 600، يقرا كتب وينزل جيم ويعمل ويعمل ويعمل. ده غلط بطريقة بنت حرام جدا بصراحة. يعني عايز الطريقة الصح او اللي نفعت معايا انا كستيف. يعني في ناس بتنفع معاها طرق، وانا بتنفع معايا طرق تانية، والطرق اللي بتنفع معايا لما جربت ان انا افيد بيها شخص، يعني هي فادت 20 من كل 22 شخص، فتقريبا بتنفع مع الكل. فانا هشاركك ازاي البني ادم ممكن يتحرك فعليا من حالة الصفر. ركز في الجملة اللي هقولها دلوقتي دي، من حالة الصفر الى حالة الواحد. ايه؟ من حالة الصفر لحالة الواحد. يعني ايه من حالة الصفر لحالة الواحد؟ آه، في ناس بيكون طالب منها، طبعا عشان هي دي اللي بتبقى مسؤولة طبعا عن العيلة
الكبارات بتاعة العائلات، وبشرط بيكون عمرهم لا يتراوح ما بين 16 لما فوق يعني. ناس صغيرين بيبقوا شايلين يعني مسؤولية العيلة، مسؤولية الدنيا، حتى لو كانت مسؤولية نفسهم بيبقوا شايلين مسؤولية نفسهم. فطبعا مع السن الصغير ده، طبعا مع الهرمونات لما بتنضج، مع الجسم لما بيكبر، لما الفكر لما بينضج، هتلاقي ان الضغط ده بيسبب للبني ادم وعكة صحية ونفسية بنت حرام. لا انسان ممكن ان يصف ذلك الشعور الا البني ادم اللي اتصاب بالحزن او بالضغط ده. لان كل واحد فينا طبعا بيتضغط باسلوب او شخص او شكل، قصدي اسف، بشكل معين. تجربتي غير تجربتك، وجعي غير وجعك، سلسفيلك غير سلسفيلي، نيتك غير دي نيتي، ظروفك غير ظروفي، اسلوب زعلك او معالجتك لزعلك غير اسلوب معالجتي لزعلي. في ناس ممكن تموف اون بعد كام ثانية، وفي ناس ممكن ما تعملش موف اون اساسا. فالناس ديت المضغوطين او الناس اللي هم بيقابلوا المشاكل كتير جدا، دول بيكونوا في حالة صراع نفسي ابن وسخ. ازاي؟ هقولك. أه بيبقوا شايفين من وجهة نظر انا كستيفن، يعني من وجهة نظر بني ادم كان محطوط في الضغط ده وما زال محطوط فيه. يعني الساعة حاليا 6:15 فجرا، وانا بقالي يومين تقريبا ما نمتش، او يوم ونص. وطبعا كل سنة واخواتي المسيحيين طيبين، وكل سنة وانا طيب يعني. المفروض دي ليلة العيد عندنا. ليلة العيد دي بتبقى فرحة، بيوت بيبقى فيها انبساط وبتاع. أنا واحد من الناس اللي ما فرحش ليلة العيد بدون دخول في تفاصيل. ف جالي صديق بدون ذكر أسامي، هو عارف نفسه كويس جدا وممكن يكون بيسمع الحلقة دي. قال لي تعالى نتصور قبل ما أروح بيتي. هو عارف إن أنا كستيفن بتعالج، أو حاجة زي كده ممكن تهون عليا نفسيا، عشان لما يعدي عليا عمر ارجع اقول في نفس اليوم ده زي السنة اللي فاتت، العيد اللي فات ما كانش احسن حاجة، لكن واحد صاحبي عمل كذا 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 وهو حسن مني ساعتها. فحصل الموقف ده، اتصورت انا وزميلي ده، او انا وصاحبي بعشرة العمر الصغير، لكن التفاصيل الكتيرة جدا بينا. فحقيقي هو ده كان سبب من ان انا ما تأثرش بنسبة كبيرة مع الزعل. فنرجع ونتناقش على فكرة ازاي البني ادم يطلع من حالة الصفر لحالة الواحد الاول، وبعد كده اول ما يوصل لحالة الواحد ممكن بقى يوصل لحالة 5. ايه بس كده؟ بس اصبر. من حالة 5 لحالة 10، ومن حالة 10 ل20، من 20 ل40، ومن 40 ل80، ومن 80 ل160، ومن 160 ل320، وهكذا الى اخره. الفكرة كلها يا عزيزي المستمع ليست بعدد المحاولات، الفكرة في قدر الإنسان بإنه يطلع المحاولة دي في الوقت ده. محدش فينا يقدر ينكر إن محاولة إنك تقوم من على سريرك عشان تشرب كوباية مية أو تخش الحمام أو تاكل لقمة، على الرغم من إن نفسيتك زي الزفت بتنحدر كل يوم عن اليوم اللي قبله، هي محاولة. يعني أنا شخصيا أنا ممكن أكون معرفش أنت بتعمل إيه في حياتك، لكن شاوت اوت ليك. انا شخصيا بسقف لك. لو قدامي دلوقتي كنت قمت بوستك وحضنتك، اللي هو عاش عليك. انت بتحاول انك تعمل حاجه، انت بتحاول ان انت تقوم من على سريرك. اي حد بيبقى زعلان او حزين او ايا كان المصطلح، لا يفارق سريره او لا يفارق المكان اللي انهزم عليه. 3/4 حبايبنا انهزموا على سرايرهم، لأنه كان المكان الوحيد اللي بتسهر فيه العيون، والمكان الوحيد اللي طلعت عليه سواد العيون. فطبعا لما البني آدم بينهزم، هو بيحاول انه يقوم، بس محاولته دي بيكون في خياله هنا
في مكان اسمه اللاوعي. البني آدم مننا ما بيفكرش في حالة الخذلان في انه بيحاول وهو مش واخد باله. ازاي؟ بالراحة بالراحة عشان ما انتهش، عشان انا شخصيا تهت. بالراحة. انا دلوقتي هشرح على انا بس. انا واحد بيحب كوبايه الشاي دي جدا، تمام. أه وانا عندي فاينل، تمام. بس حصل معايا ظروف بنت 60 كلب خلتني ابقى قاعد في سريري لا قادر اتحرك ولا اروح ولا اجي، ودخلت في حالات نفسيه بنت كلب. ايه اللي يحصل؟ الاقي نفسي قمت عملت كوبايه شاي وشربتها كده وركنتها كده، دخلت غسلتها وحطيتها في الدولاب. ايه ده؟ ما وسختش مكاني او ما اثرتش على البيت. طب حلو، بتحرك، اقعد اذاكر، قريت لي صفحه، فهمت قد ايه سطري، انا اتحرك، انا حاولت. ده بقى الفكره في ان الانسان المخذول هو لا يدري وغير مستوعب تماما ان هو فعلا بيحاول. يعني البني ادم مننا بعد ما بيقول ان هو مش قادر وطلع دين اهله في انه يحاول وانه يجرب وانه يتحرك، وانه مش قادر وانه مش عارف وانه مش حاسس بشيء ولا قادر ان هو يتغير ولا قادر ان هو يعمل حاجه وما عندهوش طاقه وي وي وي، الا انه علشان دي غريزة بشرية ان الواحد مننا ما بيحبش يكون مستسلم او انه يشوف نفسه مستسلم، فبيلاقي نفسه بيقوم وبيحاول من غير ما هو بيبقى داري. يعني البني ادم اللي بينزل جيم ده انا بص ممكن اروح ابوظ دماغك، انت بطل. البنت اللي بتحاول تعمل ميك اب ولايف ستايل غير اللايف ستايل بتاعها، وتغير في قصة شعرها وتحط ميك اب وتظبط بشرتها وتغير في لبسها، كل ده تغيير تستاهلوا عليه مليار بوسة. مش بتكلم بشكل سيكشوال او اللي هو رمرمة، لا بالعكس، انا ده بانكورج يو، بدعمك. اللي هو حقيقي انت فعلا انت مبدع، انت فعلا بتحاول وانت في عز نقطة الصفر. فافرح، انت مش في نقطة الصفر دلوقتي، يلا بتحاول ويلا مش واخد بالك انك بتحاول. فلما تقدر تقوم بنقطة الواحد، استوعب ان انت بتحاول، لانك لما تستوعب هتلاقي نفسك بتقول طب ما احنا ماشيين صح، طب هو كل اللي عدى ده يستاهل الزعل ده مني؟ طب اه ولا لازم اقوم؟ وهنا السؤال ده مش انا اللي هرد عليك فيه، لان يا عزيزي المستمع وعزيزات المستمع بكل بساطة وبكل لطافة البساتين وريحتهم الجميلة، انا واحد بيحب الورد جدا وبحب اتعظ منه فشخ. وفي ناس ممكن لما تسمع الحلقات بتاعتي عامة بتقشعر، مش بتقشعر اللي هو اوف إيه الجمال ده، لا اللي هو يعني انا عايز اقول كلمة بس يعني عيب يعني، لان هم شايفين ستيفن اللي على الحقيقة ده هو بني ادم نورمال فشخ، بيتعامل بكل بساطة، مش بكل حكمة وبتاع. بس في مواقف لازم تخلي البني ادم فينا بيتعامل بحكمة، وفي مواقف تانية لازم تخلي الواحد بقى. بالظبط. فعلا. آه، فطبعا نرجع تاني لنقطتنا، نقطة الواحد اللي انت فيها يا عزيزي او عزيزتي المستمع، سواء كنت خارج من ريليشن شيب كانت بتوسخ عليك، سواء كنت خارج من شغل انت اديت فيه كل ما يمكن ان تعطيه، سواء كنت لسه خارج من امتحانات قطم الظهر اللي جابك، سواء كنت اهلك بيعاملوك معاملة مش احسن حاجة، صدقوني انك تقوم تخش حمامك تاخد دش، او انك تعمل كوباية حاجة بتحب انت تشربها، او انك تاكل لقمة تسند طولك، او انك تنزل تتمشى، او انك تشم شوية هوا من البلكونة حتى، او انك تكتب، او انك تسمع مزيكا بين قوسين عدلة مش تساعد على حالة الزعل، انتوا مبدعين وانتوا فعلا بشر لا يمكن وصفهم الا بكلمة مقاتلين.
بتحاربوا علشان تقدروا تخرجوا من الحالة اللي انتوا فيها دي. على الرغم من ان ساعات المحارب ما بيبقاش حاسس بانه بيحارب. ازاي؟ زي الموظف الحكومي، مع احترامي الشامل والكامل لكل الموظفين الحكوميين، في اول اسبوع او اول شهر هما طبعا بيبقوا اللي هو ايه، يا دين امي ايه الشغلانه بنت الكلب دي، انا اخلص منها امتى؟ لكن بعد مرور سنين وسنين وسنين تحس ان هو روتين عادي فشخ. رحت سلمت على مدام علياء، ازيك يا دكتورة، ازيك يا سيطرة، تقوم داخل تكلم حماسة بتاع القهوة، حماسة ايوه كوباية القهوة بتاعتك يا فنان، ايوه جاي، بكل بساطة. طب هل البني ادم ده اتغير عن البني ادم اللي فات؟ ولا هو مش نفس البشري، مش نفس الانسان، مش نفس الهيئة، نفس العينين، نفس الشكل، نفس الصوصوة؟ انت الجزمة اللي ورا دي، انت هتسكت دلوقتي؟ ده أنا لسه كنت ادخلك اعمل معاك لقاء. ماشي ماشي يا بتصرنا. هنرجع تاني. بني ادم مننا هو كده، هو كده بيقاتل بيحارب. احنا كبشر مخلوقين علشان نحارب، لاجل ان احنا لو ما حاربناش مع كل لمسة هنهرب. خلاص علاقة انا اتأذيت فيها، خلاص ابعد اجري، مش هصلح، مش ههد، مش هعمل اي حاجة. ولما البني ادم مننا يفوق ويحس ان هو بقى فعلا المحاولة دي نفعت، وبعد ما يشرب كوباية القهوة بتاعته وهو مبسوط جدا ويخلص شغله ويجيله مثلا مكافأة ولا حاجة، يحس ان هو فعلا بيحاول يمسح عرق جبينه كده ومش شاكر ربه. او لما يبقى في الريليشن شيب بتاعته ويبقى الطرف التاني حس بيه فعلا وجاي يمسك ايديه وطمنه وداس على ايديه وقال له حقك عليا من كل اللي حصل لك ده، ساعتها بيشكر ربنا على كل حاجة هو عدى بيها. وهنا بنيجي لآخر نقطة في حلقتنا، وهي ازاي البني ادم بينتقل من نقطة الواحد الى نقطة المية بشغف. ايه بشغف؟ يطلع ايه الشغف ده يا ابن عمي؟ اي حد يعرف حد عنده شغف يكلمني بالله عليكم، يقول لي ايه وصفة الشغف عشان انا شخصيا هموت واعملها. يعني عشان انا مش عارف، يعني الشربيني ما بينزلهاش حقيقي، تحس انها مقاطعة شركة بيبسي. يلا الحمد لله. او اللي انا قلته ده في كام اخر كام ثانية دول هو مثال ملخص لكل اللي انا عملته. ليه حد لو يفتكر ان انا كنت في بداية الحلقة كنت قاعد بذاكر، ولسه من شوية كنت بقول ما عنديش شغف، لكن بحاول اذاكر انا ما عنديش شغف، فدي محاولة حقيقي، وانا بحاول ان انا اعزي نفسي او ان انا افهم نفسي ده معاكم، وفعليا اتعلمت. نرجع لنقطتنا الاخيرة، ازاي البني ادم مننا يعمل الحاجة دي بشغف، ما يوصلش للروتين، ما يوصلش نفسه للروتين، لاجل ان هو لو وصل للروتين اه هتلاقي دماغك بتصفر بجد، هتلاقي دماغك بتصفر زي بنت الجزمة اللي بره دي. انا مش عايزين كده، بدل ما انت هتطلع هتيجي تعمل معاك نتيجة عكسية وتقوم نازل لتحت. احنا مش عايزين ده، احنا لو صدقنا، والله ما صدقنا ان احنا حسينا بحاجة، اول ما البني ادم مننا بيحس بحاجة بيقول يقعد يزغرط ويتحرك ويتنطط ويروح يمين ويروح شمال ويطلع فوق وينزل تحت وحاجات كتير فشخ. فعلى مهلك تعمل ايه بقى يا عزيزي المستمتع والمستمع والمستمعة؟ يبقى كده شد الحبل، ورقة وقلم اكتب معايا ست الكل، اعمل اللي انت بتحبه. طبعا سمعت بني ادم بيسب في الزاوية هنا، وبني ادم بتطلع الفاظ مش احسن حاجة، لان في ناس ممكن يقولوا لي الجملة بنت كلب اوي، واللي هي انا ما اعرفش حاجة، انا ما بحبش حاجة. طب يا صاحبي ما تشوف انت مرتاح فين. واحد طبعا يجي يقول لي انا مش مرتاح، وهنا بقى ايه يعني استدعيتني روح المغني اللي كان بيقول انا مش مرتاح، انا كل مشاعري واحاسيسي مليانه جراح. ده نرمي ميتين من الشباك، نرمي الكاركتر ابن الجزمة ده من الشباك، ونرجع تاني بهدوءنا ولذذتنا ولطزتنا كل شيء. وندور على حاجة احنا بنحبها. اكبر مثال حاجة انت بتحب تشربها،
كركريه شاي نعناع ينسون كراوية خراوية، كركريه قهوة بحليب، قهوة بندق، قهوة اسبريسو دبل، قهوة تركي، قهوة على الفحم، قهوة على النار، قهوة على البوتاجاز عادي، قهوة على الرمالة، قهوة من ايدي. الدنيا بسيطة. اسمع مزيكا، انزل اتحرك. لكن نصيحتي ليك، اياك تفضل في البيت. البيت هو عبارة عن سجن ازلي ابن مرة. لو احنا اتحبسنا فيه مش هنخرج منه. لان طبعا مع المشاكل اللي احنا قابلناها زمان مع عائلاتنا، طبعا مع الذكريات وبتاع، مع المشاكل اللي بتجيلنا من بره، فبيجيلنا فكرة الحنين للزعل، او نوبة زي ما احنا كنا بنتكلم في الاول خالص. هيجيلنا نوبة من الزعل. النوبة دي هي مزيج ما بين الماضي والحاضر، والتفكير في تأثير الماضي والحاضر على المستقبل. فاحنا مش عايزين ده. احنا بكل بساطة بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتشعلق في اي طرطوفة بسبوزة ابتسامة معدية. انا واحد بقيت برازي في العيال الصغيرة في الشارع واسلم عليهم واعرف اساميهم وابصهم من دماغهم علشان اخد منهم ابتسامة. ده بجد. ف search about anything you like. دور على اي حاجة في دنيتك ممكن تخليك تبتسم ولو لمدة ثانية. تراك انت بتحبه لمروان بابلو ولا بيوسف ولا ايا كان مين في السين انت بتسمعه، كتاب، رواية، اغنية عادي جدا، تامر عاشور ولا اي حد. بس ابعد بالله على ميتينك يا عزيزي المستمع، وبالله على حضرتك. لا انا مش منحاز للنسوان، بالعكس انا منحاز للرجاله فشخ. معلش يعني. دوروا على حاجه انتوا ما تنزلكوش لتحت، تطلعكوا لفوق. لكن مش هروح اقول لواحد بقول له اصلا بتسمع إيه؟ بيقول لي عمرو حسن. طب بقول له طب قصيدة ايه؟ هو بيقول قصايد حلوه يعني. يقول لي وحشتيني. قلت له يا دين امي كنسل الموضوع، يلا يحرق ميتين اهلا. والله قلعت الساعه حدفتها بيه، الساعه جابت شاشه، الساعه جابت باغه، ورحت غيرتها ب35 جنيه. راجل ابن حراميه. الكلام ده كان من كام سنه مش فاكر، سنتين ثلاثه. المهم المهم آه، بعد ما تعمل كل ده هتلاقي نفسك بتتحرك من نقطة الواحد لنقطة الخمسة، وبعد من نقطة الخمسة لنقطة العشرة إلى آخره. ففي نهاية الحلقة أقدر أقول إن أنا فخور بنفسي، وفخور بكل إنسان بيحاول على قد محاولته، وعلى قد مجهوده الطالع، وعلى قد نفسه الداخل واللي خارج. حقيقي. أيا كان مين الشخص، أيا كان مين الإنسان، أيا كان ماضيك إيه. أنا آسف في اللفظ، ميتين أهل ماضيك. ما دام انت نمت وصحيت بقيت احسن من النسخه بتاعت السنه اللي فاتت، يا صاحبي انت بني ادم مميز. الرك بقى والطبل والرد على البني ادم اللي ما زال محبوس في ماضيه. انا واحد كان الماضي بتاعي كان ابن 60 كلب زباله وسخ فشخ، لكن اتحسنت مع الوقت. واللي انا بقوله لك ده مش كلام تنميه بشريه بقى وبتاع والكلام ده كله، اللي انت بتروح تاخد الكورس ب 1500 جنيه والكلام ده كله ويديك شهاده معموله من على كانفا اصلا. انا بكلمك بجد والله. انا كنت باخد كورس تنميه بشريه اونلاين، وحياه ربنا دفعت فيه مبلغ وقدره بدون ذكر اسامي يعني. اداني شهاده تقدير مطبوعه من كانفا والله العظيم. فاللي هو يعني نفسي اتلفظ بس ما ينفعش. انت من غير ما تاخد شهاده تقدير مني، انت مميز، ان انت بتحاول انك تتحرك من الكاركتر القديم بتاعك، بتحاول ان انت تصنع وتخلق وتلون اللوحه السوداء اللي جواك، وبتديها ملامح وحياه. وصدقني اي بني ادم كان عنده ماضي وحش قديم بقى دلوقتي حد كويس، هيكون قدام حد صالح فشخ. مش عشان انا بقيت كده، لا، انا بتكلم في لسان العموم، لان كل الناس بتتغير. مفيش حد فينا ما بيتغيرش، مفيش حد فينا هيفضل زعلان على طول، ومفيش حد فينا هيفضل فرحان على طول. قلتها كتير وهفضل اقولها، دوام الحال من المحال. فيا عزيزي المستمع، حاول دايما انك تتحرك، حاول دايما انك تقوم من مكانك، لان انت لو ما قمتش الدنيا هتقعد عليك وقاعده غير القعده اللي انت قاعدها دي خالص، قاعده سهوت في الكنتالوب يعني، هتتبطط
هتبقى بيض اومليت، عيون، فطاير، بطاطس صوصو زي بتاع بنت الجزمة دي. يعني والله هبغى اقفل الحلقة بس يعني استحي عشان هموت واسب، بس ماشي يلا. طبعا في نهاية الحلقة أحب أشكر كل إنسان استمر للسماع لحد اللحظة دي، وبشكر كل إنسان حاول يغير من نفسه، وأنا كنت يعني مش هقول سبب، أنا كنت أقول دافع من الدوافع إن هو كان يغير نفسه عشانه. وصدقوني أنا فخور بكل واحد فيكم، حتى لو أنا كنت معرفكوش، وما زلت أفضل فخور بكل إنسان بيحاول وما زال بيحاول، وحاول قبل كده وهيفضل يحاول. طبعا الأسك تحت، لو كان في حد عايز يسأل على حاجة أو حاجة، كده كده محدش بيسأل، بس لو عايز يعني حابب إن أنت تقول عايز تسمع عن موضوع كذا الفترة الجاية، رأيكم طبعا هيهمني. وخلاص داخلين على 500 استماع على مدار سنة وشهرين. أنا فخور جدا 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 بده. واحتفالية 500 دي هتكون حلقة توكسيك، حلقة هتبقى تقريبا ساعة إلا تلت، وهتبقى أطول حلقة على مدار البرنامج بتاع انتقال من الأسئلة لا بأس. واستنوا سيزون جديد فشخ باسم برنامج أو بودكاست عامة جديد، لانج. هنستحضر في أرواح الناس القدامى، ونعمل ميتينجز مع ناس تقيلة فشخ فشخ فشخ. كنا بقى نطور من الكونتاكت بتاعنا. وإن شاء الله هنبقى available on تيك توك قريب، بس نخلص بس من تانية كلها بنت الحرام دي، عشان البرمجة هتاكلني. فدعوة من قلب كلية يعني، لو وصلت لآخر حاجة هنا يعني. وشكرا لكل من استمع، ونلقاكم في حلقات أخرى مثيرة جدا وسوهت جدا في القريب العاجل. شكرا ومع السلامة.